عشان نفهم خطورة اللي هتكلم عنه النهاردة، حابة أحكي لحضرتك قصة بسيطة جدا بس حقيقية في نفس الوقت. قصة النهاردة عن شخصية اسمها سارة. الشخصية ديت من دولة قريبة جدا مننا. فالقصة باختصار، شخصية جدا مجتهدة وشاطرة جدا. في يوم من الأيام كانت في حفلة تخرج إحدى زميلاتها المتخرجات، وكان طبعا الحفلة كان في مكان عام. فكانت حضرتها قاعدة على ترابيزتها وكان قدامها العصير بتاعها. قامت لمدة لحظات تسلم على واحدة زميلتها بعيدة عنها شوية ورجعت تاني. في خلال هذه اللحظة أو في هذه الدقيقة اللي راحت تسلم على صاحبتها، وجاء في واحد اسمه نقدر عليه ذئب بشري، قدر إن هو يستغل هذا الوقت البسيط ويحط حاجة في كوباية العصير بتاعتها اللي شربتها بعد كده. وبعدها بأقل من نص ساعة بدأت سارة تروح في غيبوبة بسيطة جدا، خدلان بسيط في الجسم، وبدأ في حاجات غريبة بدأت تحصل. مين اللي استغل الموقف؟ هذا الذئب البشري اللي نقدر نسميه ذئب بشري، اللي استغل الموقف وحط ليها هذا النقاط الصغيرة في هذا العصير. طب ايه هو النقاط دي؟ هنعرف. بس هنا اللي حصل ان هذا الذئب البشري خدها. لا انا ما تتلوش يا جماعة، فهم صاحبتها ان هو من يعني حد قريبها، وان هو ياخدها يوصلها. بس عشان في الفعل ان هو ياخدها ويعمل حاجة خطيرة جدا، يعني متعرف عليه دلوقتي اللي هو الاغتصاب. بس مش موضوعنا. طب هل سارة كانت فاعلة في الوقت ده؟ طب سارة ما اتكلمتش ليه؟ هقولك ان النقطتين دول نقدر نقول ان هو حاجة زي مخدر مثلا. فهي كانت شايفة بس مش قادرة تتكلم، يعني حاسة بالموقف بس مش قادرة تصرخ. كل ده بسبب حاجة واحدة بس، وهو مخدر GHB. عشان نفاجأ يا سيدنا ان سارة صحيت تاني يوم في اوضتها. صحيت على الظهر كده، بس الغريب في الامر ان هي مش فاكرة حاجة خالص. مش فاكرة كانت فين. اخر حاجة فاكراها ان هي كانت في الحفلة. طب ايه اللي جابها هنا؟ طب هي ايه اللي حصل؟ محدش يعرف حاجة. إلا بعدها بمرور بعض الوقت بيضطروا ان هم يعني يعملوا كشف سريع على حالة سارة. بيكتشفوا بعد الطب الشرعي ان هي تعرضت لحالة اغتصاب شديدة، بل الامر تصاعد انه يجدوا في دمها هذا المخدر GHB. طب ما هو هذا المخدر وايه اضراره وازاي اعرف ايه نوع المخدر ده؟ كل هذا واكثر، ولكن لا تنسى اللايك والكومنت الرائع، واسمع الانترو وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، نوعها مختلف تماما هذه الحلقة، ولكنها حلقة تربوية نوعا ما. الحمد نتكلم عنه هو مخدر GHB. اللي سمعته في بداية الحلقة ده مش عبارة عن قصة من وحي الخيال أو إن ده خيال علمي، ولكن دي قصص حقيقية بتحصل بالفعل وقضايا مختلفة مش أفلام. بالفعل المخدر ده نقدر نقول هو قاتل وسم بالبطيء، يعني الذاكرة بيمحيها، تأثير على دماغ بيصير تأثير مثبط جدا للجهاز العصبي. كل ده من أضرار هذا المخدر. بس خلينا نعرف إيه هو المخدر ده الأول. لو فكينا شفرة هذا المخدر اللي هو GHB، فالاسم الكيميائي أو اسم المركب الكيميائي لهذا المركب جاما هيدروكسي بيوتريت. ده الاسم العلمي أو الاسم الكيميائي لهذا المخدر. المتعارف عليه سيدنا ان المركب ده الكيميائي بيفرز من المخ البشري عادي جدا، بس بيفرز بكميات ضئيلة جدا جدا، وبيفرز بس عشان يظبط النوم والاسترخاء في الجسم. في فترة الستينيات في عالم فرنسي اسمه هنري لابوري بدأ ان هو يخترعه او يستخدمه في العمليات الجراحية الصعبة حبتين، ده عشان بيساعد على الاسترخاء والنوم العميق. لكن ما تم اكتشافه بعد كده ان هذا المخدر لو استخدم بكميات اعلى او لو زاد بنسبة يعني المتعارف عليها او الجرعة المتعارف عليها ممكن تؤدي لتوقف القلب فورا. لكن مش متعارف عليها سيدنا ان في بداية الستينات زي ما عرفنا بتستخدم طبيا. في بداية السبعينات والثمانينات الى منتصف التسعينات بدأوا يستخدموا تجار الموت، بدأ ان هو يعملوه تحت السلم. طب ليه؟ علشان يستخدموه كمخدر حفلات او كمخدر الليلي، وده الاسم المتعارف عليه في بعض الاحياء يعني. طب يستخدموه ليه؟ تستخدموه زي ما قلنا في بداية قصتنا اللي كانت في اول الفيديو، ان هم يستخدموه لمصالحهم الذاتية كمخدر يستفادوا منه في حالات الاغتصاب والاغتيال. بيستخدموه ازاي؟ وعرفنا طبعا ان هو طعمه مش سكري قوي،
بس بيتم اختفائه في بعض المشروبات اللي ممكن تشربها في اي مكان عادي جدا بدون اي تأثير. طب ده ازاي؟ فلو بصينا عزيزي هنلاقي المركب ده غريب جدا. يعني المركب ده نقول له شيطان فعلا. بالنسبة لشكل فهو ملوش اي شكل خالص، شفاف تماما. طب بالنسبة للرائحة فملوش اي رائحة اطلاقا، زيه زي المية كده. طب بالنسبة للطعم، لو بصينا لطعمه هنلاقيه مالح بس خفيف قوي، وباختلاف جرعاته ممكن تعرف تميزه في المشروب اللي معاك، لدرجة ان هو ممكن يتحط في عصير مانجا، يتحط في قهوة، في كولا. وبسبب ما يتحط في الحاجات ديت طعمه بيختفي تماما، بتحس انك بتشرب ميه عادي. وما يقدرش يميز طعمه غير يعني لو حط الكمية في العصير او في المشروب اللي هتشربه مغفل. يعني لو زود الكمية ممكن تحس بالطعم. هتقولي ليه؟ هقولك ان طعمه زي ما احنا عرفنا ان هو مالح خفيف. فانت كل ما هتزيد نسبة ملوحة العصير مثلا هتعرف ان في مخدر. ده لو انت عندك توعية بالكلام اللي انا بقوله. فرضا يا سيدنا الكمية دي دخلت الجسم وما عادش تسيطر على نفسك اثناء شرب العصير مثلا او شرب المشروب. ايه السيناريو اللي بيحصل داخل الجسم عشان نعرف بس ايه الاحداث دي جوه؟ هقولك صلي على النبي اولا. ثانيا هيحصل كالاتي. اولا يا سيدنا خلينا نعرف ان السيناريوهات اللي حصلت ديت من خلال دراسات تمت في جامعات الطب في امريكا وفي اوروبا، وكلها دراسات من قبل منظمة الصحة العالمية. فاول حاجة عرفناها عن هذا المخدر اللي بيعمله في الجسم ان هو مادة مثبطة جدا للمخ البشري، بالاضافة كمان ان هو مثبط تماما للجهاز العصبي، وده اللي بيخليهم يتفرملوا مكانهم يوقفوا معانا السيطرة التامة. خليني اقول لك يا سيدنا ان المخدر ده بيشتغل في المخ او في مستقبلات في المخ اسمها GABA. المستقبلات دي هي اللي بتستقبل هذا المخدر. يعني بالمعنى البلدي كده ان المخدر ده او المستقبلات ديت او الحاجات دي هي اللي بتقول للمخ اهدى كده ونام يا باشا، ريلاكس خالص، اهدى كده. طب فرضا وحسابيا كده يا سيدنا خلينا نعرف لو زادت الكمية او الجرعات ايه اللي بيحصل. خليك معايا يا سيدنا، لو فرضا عملنا جرعة، يعني الجرعة كانت من جرام ل2 جرام، شوف جرعة بسيطة بس ممكن تعمل ايه؟ ببساطة شديدة جدا ان بعد فترة تكاد تكون 5 دقيقة او ربع ساعة سيدنا المخدر ده بيبدأ ياخد وضع تماما، بتبدأ تحس بنشوة في جسمك او بتبدأ تحس باسترخاء بسيط جدا في جسمك ودوخة غير متعرف عليها، زي سيدنا اللي بخينا بنشوف في الشباب بيدوخ في الحفلات. او علينا الجرعة حبتين من 2 ل 4 جرام، هنا تبدأ تحصل الكارثة، تبدأ تحس بغثيان ودوخة شديدة، وطبعا نشوة بتزيد لدرجة ان تبدأ تتطوح، تبدأ تتطوح كده يا سيدنا، بيخليك تفقد الوعي تماما. لو فكرنا كده انا بالريتم حبتين وزودنا الجرعة ل5 جرام او اكتر، هنا بتحصل الكارثة الحقيقية. هنا بتبدأ الجسم يفقد توازنه تماما، بتبدأ تخش في حالة توقف للقلب، يعني سرعات تبطؤ يكاد تكون بتعلي ضربات القلب تؤدي الى انفجاره، يا اما بتهدي التبطؤ وتبطئ ضربات القلب بتؤدي الى توقفه تماما، بل ان كمان ممكن تدخلك في غيبوبة تامة في بضع دقائق واسترخاء للعضلات تام، متبقاش حتى تعرف تسلط طولك. علشان كده يا سيدنا بنشوف الجثة بتبقى جثة هامدة مهرولة مش قادرة تسيطر على جسمها، وده اللي حصل في نفس قصة سارة اللي كانت في اول الفيديو. في دراسات عليا اثبتت يا سيدنا ان هذا المخدر بيأثر على الذاكرة بشكل غريب جدا، ان هو مجرد تناوله للمخ ووصوله للمخ بيبدأ يدمر مراكز الذاكرة القوية في المخ. ببساطة شديدة يا سيدنا الجسم بيكون مش في قمة وعيه. طب هل مثلا في حالة ان خلينا نرجع قصة الانسة سارة، ليه ما كانتش فاكرة حاجة؟ ليه ما كانتش فاكرة اللي حصل من ساعة الحفلة؟ هقولك بالنسبة مجرد دخول هذا المخدر المخ بيأثر على اهم مراكز الذاكرة في المخ. يعني الفترة اللي كانت فيها هذا المخدر موجود في الجسم انت يا باشا ما كنتش هنا، الحتة ديت عملت لها ريستارت خالص، مسحتها، عملت لها ديليت من الذاكرة. ببساطة شديدة يا سيدنا المخدر ده بيعمل محي ومسح للذاكرة الجزئية والكلية في الوقت ده، في الفترة اللي كان فيها المخدر في الجسم. لو جينا النقطة الأهم يا سيدنا، الناس فاكرة ان المخدر ده ممكن مع الوقت بينسحب من الجسم ويطلع تماما ويمشي بسرعة، بس لكن المفاجأة هنا ان في بعض الدراسات اثبتت ان هذا المخدر هو من اعظم ومن اخطر الادمانات البشرية الجسدية. فلو بصينا سيدنا من حيث الاعتماد السريع على هذا المخدر، فالجسم بيتعود عليه بسرعة جدا، بل بيعتمد عليه اعتماد كلي، وبيكون كل مرة عايز جرعة اكبر من اللي قبلها عشان يوصل لنفس التأثير اللي كان فيه. طب بالنسبة للاعراض اللي بتحصل للجسم سيدنا، خلينا اقول لك ان بتحصل هلاوس سمعية وبصرية مرعبة جدا،
بالاضافه كمان الى وجود تشنجات عضليه قاتله وانخفاض في درجات القلب او ارتفاع متصل للانفجار عضلات القلب، بالاضافه كمان الى قلق وتوتر هستيري وخوف. ده كله من الاعراض الانسحابيه الخاصه بهذا المخدر. الخطوره الاهم هنا يا سيدنا عشان نتخلص من هذا يعني من هذا المخدر لازم تتوجه الى اقرب مركز في اقرب مستشفى ليك فورا، لان هم بيكون فيهم متخصصات ان هو يسحبوا منك الجرعه، لان مش هتتسحب بسهوله، انت تاخد منه تاني بس بجرعات اقل. يعني هم لهم دراستهم الخاصه بس علشان يواكبوا الموقف في الجسم، لان لو تم سحبه فورا زي ما قلت لك الجسم بيتوقف اطلاقا، القلب ممكن يتوقف فورا، بل ممكن ينفجر. عشان ندرك يا مولانا كمية او اهمية الموقف اللي احنا فيه، ان الموضوع مش هزار. موضوع الجي اتش بي ده مش هزار اطلاقا، موضوع في غاية الاهمية بالاخص في الايام اللي احنا فيها دي، ان اصبحنا عايشين في وسط الذئاب البشرية القاتلة. هو مخدر وسلاح بسيط جدا عشان ياخذ مننا اغلى ما نملك، وده اللي شفناه في القصة اللي حصلت في اول الفيديو. فخليني اقول لك يا سيدنا ان بعد كل القصص الحقيقية اللي قلتها لك وبعد كل الدراسات اللي اثبتناها ديت، الموضوع مش رفاهية الجهل خالص، الموضوع مش استهتار اطلاقا. فعشان كده حابب انوهك لثلاث نقاط مهمة. اولا يا سيدنا، كوبايتك في اي مكان سواء عام او خاص ما تفرش ايدك. يعني تفرضا بدك تروح الحمام او بدك تسلم على حد وقفت، فبدك مثلا بدك تعمل حاجه وتيجي تاني في مثلا في المكان العام، كوبايتك ما تفرش ايدك. طب فرضا جدلا نسيت الكوبايه، اياك تشرب منها، لان انت مش عارف. وده شفناه مع الانسه ساره، غابت دقيقه ديت اتحط فيها المخدر وشربت هي المخدر في الدقيقه ديت اتحط فيها المخدر. فانت ما تضمنش حد، وبمناسبه ما تضمنش حد فدي النقطه التانية، ما تشربش اي حاجه من اي حد مهما كان قريب منك او مهما كان غريب عنك، لان انت متعرفش ممكن هو حط لك المخدر وعايز يتخلص منك في اقرب وقت. فممكن ترفض انت بطريقه ذكيه ولابقه شويه وما تشربش هذا المشروب. رقم 3 دي مهمه حبتين. فرضا جدلا سيدنا حصل وحد من اصحابك شرب غصب عنه واتحط له هذا المخدر، هتعمل ايه؟ هتجري تصوت والحقوني يا ناس؟ طب هل هطفش واسيبه؟ برضو لا. امال هتعمل ايه؟ هتاخده لأقرب مستشفى وفيها المركز الخاص بعلاج من هذا المخدر. طب ليه؟ لأن هو بعد المخدر ده زي ما قلت لك هيحس بطوحة، خدلان في جسمه، فقدان للوعي، غيسان، فهيوجد الأعراض ظهرت عليه. فأنت باشا لازم تاخده وتلحقه، مش يعني تسيبه للأهوال وللأيام. بس كده حبيت أنوه وأتكلم عن هذا المخدر الخطر اللي بدأ يستخدم عالميا أصلا، يعني بعد حظره عالميا زي ما قلنا اللي كان بيستخدم في الطب قديما وبقى محظور عالميا، الى انه بيتم استخدامه في بعض الاماكن. ولكن ما نود قوله خلي بالك ما تشربش اي حاجة من اي حد. فانت التنويه الاخير حابب اقول لحضرتك انك لو استفدت من الفيديو ده ولو بمعلومة صغيرة قد كده لا تبخل بلايك طبعا وشير، عرف الناس، خلي الناس يكون عندها التوعية، خلي الناس يكون عندها ادراك للي بيحصل، ان العالم عاش سايب خالص اللي احنا فيه. لا تنسى اللايك الرائع والكومنت الجميل، واكتب لنا لو نفسك في حلقات نتكلم عنها، حاجات توعوية تاريخية اللي انت عايزها بيه. معكم مدارك ودمتم سالمين.